في الغيبة إما أن تكون المغتاب، وأرجو أن لا تكون هو لأنه أشد الثلاثة، وإما أن تكون الشخص الذي اغتابوه فهنيئا لك، فأنت أسعد الثلاثة، ستصل إليك حسنات غالية بلا تعب. وإما أن تكون الشخص الذي يستمع إلى الغيبة، فإن كنت هذا الثالث فأنت الآن أمام مهمة إذا نجحت فيها ستحصل على جائزة عبارة عن حاجز بينك وبين النار يوم القيامة. المهمة هي أن تدافع عن أخيك ولا تسمح لأحد بأن يغتابه. فقل لهذا الإنسان لو سمحت الشخص غير موجود ولا نريد أن نتكلم عن أحد. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من النار. أنا والله لقد قرأت حديثا مرعبا جعلني دائما أفكر مرتين قبل أن أتكلم في أي أحد. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ كان منظر بشع. فقال جبريل: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. أعوذ بالله. قد يقول قائل: لقد اغتبت أشخاصا فيما سبق، فماذا أفعل الآن؟ هل أذهب إليهم وأخبرهم لكي يجعلوني في حل؟ طيب ماذا عن حسناتي؟ أنا أخشى أن يأخذوا من حسناتي يوم القيامة مقابل الغيبة والنميمة التي وقعت مني. لا تخف، يوجد حل ذكره أهل العلم. الحل هو أن تدعو لمن اغتبته في ظهر الغيب بمقدار الغيبة والنميمة لكي يصل إليه من الحسنات ما يساوي مقدار الذي كان سيأخذه منك يوم القيامة، فتكون قد كافأته ونجوت أنت بحسناتك. أصلا سيكون هناك ملك ملائكة يؤمن على دعائك، فتقول: اللهم اغفر له وارحم، فيقول: آمين ولك المثل. أي أنك ستحصل على نفس الأجر أيضا كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وحاول أيضا أن تمدحه بما هو فيه على الحقيقة عند نفس الأشخاص الذين اغتبتهم عنده لكي تصحح من خطأك. قال قتادة: عذاب القبر ثلثه من الغيبة وثلثه من النميمة، فإذا تخلصت من الغيبة والنميمة فقد تخلصت من ثلثي عذاب القبر. قد يقول قائل: أنا لا أذكر الذين اغتبتهم، ماذا عسى أن أفعل؟ نقول: ادع دعاء عاما، قل: اللهم اغفر لجميع من اغتبتهم، وإن كنت لا أذكرهم اللهم ارحمهم وكافئهم من الحسنة، وهكذا ادعو لهم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ ألسنتنا وقلوبنا، وأن يرزقنا في الآخرة لذة النظر إلى وجهه الكريم. آمين، والحمد لله رب العالمين.